صباح النور حبيباتي، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. تعيدوا وتزيدوا العقوبة العام الجاي. كما شفتوا هنا روتين عيد الأضحى بديتها معاكم بالتكبيرات، تكبيرات العيد. ومن بعد رحنا للكوزينة أكيد مع فطور العيد. فيضت الحليب وطيبت القهوة باش نفطر أنا ووليداتي والزوج تاعي. يعني هنايا نض بكري كما تعرفوا باه نوجدوا صوالحنا على بكر الحال. هنا أني عودت هنايا شاركت كم الطاولة تاعي تاع العيد والحلويات التقليدية البسيطة اللي حضرتها، واللي هي خبز الدار اللي هو حاجة ضرورية ويعتبر من العادات والتقاليد. يعني احنا هنا اللي هو خبز الدار لازم يكون حاضر في العيد، سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر. القريوش، الصابلي، الكروكا الكعك، هذوم الحلويات البسيطة وكانوا بنان بزاف والحمد لله يا ربي. هاي هنايا سجدت عندكم في الحنة أكيد. بعد ما أفطرنا وكلش كميت الطاولة تاعي هذه. من بعد رحت وين؟ رحت للكسرة، بليت الكسرة تاعي وحطيت عجنتها وطيبتها. معناها الحاجة الأولى اللي بديت بها لهنا بديت بالكسرة. طيبت الكسرة تاعي كما قلت لكم لازم وضروري ضروري ضروري الكسرة تكون حاضرة في العيد باش ناكل بها. يعني الشوال نحبوا ناكلوه بالكسرة وما ناكلوهش بالخبز. من بعد ما كملت الكسرة تاعي هنا وجدت السلطة وكسيت الدلاع وحطيت الديسير والحميص كلش. يعني هذا هو روتيني كل عام كما ولفتوني. وجدت لهنايا أكيد هنا قبل ما يجي الزوج تاعي قبل ما يجي من الجامع، قبل ما يجي من عند دارهم خاطر يروح يذبح لهم. هنايا في الوقت هذايا أنا كملت كلش. جبت الكسرة تاعي وجدت كما شفتوا حطيتها حوايج هذوكا في الثلاجة باه يقعدوا باردين. ولميت لهنايا البيت هذيا لميتها وكلش. لهنا نستنى هنا في الزوج تاعي باه يجي على خاطر كما قلت لكم راهو في دارهم قاعدين يعني يذبح مع خواتاتو. وانا لهنايا درت خيماري وخرجت البالكون ونطلع هنا على الجيران كما قاعدين تشوفوا. يعني اجواء رائعه 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 حبيباتي. طلع عليهم هكا وهما راهم قاعدين يذبحوا من هنا ومن هي. هذوما هنا يذبحوا في الكراج ومن هنا يذبحوا برا. يعني كانت اجواء روعه وكانت صبحه يعني بارده 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 الحمد لله. كان جو روعه ما كانش خلاص القايله وكان الحال بارد. كانت النسمة وصبت شويانو لهنايا. من بعد هنايا جاو يعني جاء الزوج تاعي وجا معاه سلفي ربي يحفظه. أنا كما جاء بعد وجدت الزوج تاعي وسلفي وجدت لهم هذيك الصينية تاع القهوة. يعني يذبحوا ويتقهواو ونايا لهنايا هاني نصور فيهم. يسعد من يفرح اليتيم، سعد من يفرح اليتيم، يرضى عليها ربي الكريم، عليها ربي الكريم. حبيت حبيبة قلبي نشارك مع يعني الأجواء بالتفصيل لأنه على بالي بكم تحبوا هذه الأجواء تاع وقت الذبيحة وكلش. أنا لهنا مازال ما بداتش خدمتي لهنايا. من بعد هنا واش داروا راحوا علقوه هنا علقوه ونحاو يعني ونحاو طول هذاك هذاك الجهم ساهل. لهنايا هنا راني واقفة غير وعساسة ونقول لهم ما تقيسوليش الكرشة. والحمد لله يعني ما قاسوهاش على خاطر لو كان يقيسوا الكرشة تتحل وتتقاس بهذوك الفضلات تاع الخروف راهي تصرى كارثة. كما قاعد تشوفوا هنا الكراج راهو حالته حالة.
لهنا ما حبيت نقيس والو، قلت حتى نغسل الأحشاء تاع الخروف هذاك نغسل كلش ونحي ليا من بعد يعني ونسيقوه. وكما كان الحال يعني أنا ما زلت ما كملتش يعني أنا حاكمة جهة نغسل في الأحشاء تاع الخروف، والزوج تاعي لم هذاك العشب هذاك تاع يعني الماكلة تاع الخروف هذيك لمها كاملة في أكياس تاع القمامة، أكيد لمها كاملة وجات لعيه وسيق الكراج وفرزناه وقلبناه يشعل. لهنايا ها وجبت لي يعني الحمد لله ما تحلتليش الكرشة تاعي، غسلتها بكل سهولة ونضافت لي روعة روعة، على خاطر لو كانت تتقاس الكرشة ويخرجوا الفضلات هذوك اللي فيها يلصقوا فيها كارثة كارثة، تصرى كارثة يلصقوا تقول باتاكس يعني ما شي ما ينحيه، يعني شي ما ينحيه. لهنا هاني بديت نغسل في يعني نغسل في هذوك في المصارين، وكما تعرفوا حبيباتي هنايا مازالت ما جاتناش العين، لكن تشوفوا هنا الديو جابتهم من الريزرفوار، جابتهم من الدوش من بعد يعني جات العين والحمد لله. يعني غسلنا كل شيء على نظافة. أنا هذه طريقة الغسيل تاعي. نحط في هذا المايدة تاع البلاستيك ونغسل. بعد لهنا حبيباتي يعني كملت الغسيل تاع هذوك المصارن، واكيد قلبتهم كاملين بالعود هذاك تاع اللي نقلبوا به، وحطيت لهم شويه تاع ماء وحطيت لهم شويه تاع الخل، وغسلت هذوك الماس كامل والكراوين كامل غسلتهم. وهنا الزوج تاعي هنا ديجا كان سيق الكراج كما قاعدين تشوفوا فيه نضيف فيه الشعل. ها لهنا مازالت برك جهه هذيك وين انا كنت نغسل مازلت ما غسلتهاش هنا، وحطيت مع كملت هذوك المصارن والكرشه، حطيت الراس تاعي يتشوط كما قلت لكم. يعني أنا في الخدمة هذه أكيد الزوج تاعي عاوني ربي يحفظه إن شاء الله، عاوني هيك سيق لي الكراج ووصل فيه قبل ما يروحوا فرزوا لي الحمد لله يا ربي. بصح الخدمة هذه تاع الغسيل وتطشواط يعني نخدمها وحدي. بديت سحب الغسيل نحيته على جنب، ومن بعد جيت لهنا شوط الراس وشوط الكرعين. بعد ما كملتهم انا نغسل في الطابونه ومازالت سخونه كما قاعدين تشوفوا فيها، نغسلها مليح مليح باش نبدا نشوي ان شاء الله. لهنايا غسلتها كما قاعدين تشوفوا، زدت سيقت البلاصه هذيك اللي كنت نغسل فيها المصارين والكرشه وكلش. انا جات العين يعني الحمد لله يا ربي، طلقنا العين لا بردنا قلوبنا. لهنا هاني غسلت هذاك الراس تاعي غسلته، هاني نعطيكم في الحنة تاعي هاني غسلت الراس. من بعد لهنا جيت مع الزوج تاعي راح نقصوه. من بعد كي قصيناه زدت غسلته مليح 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 وخبطته مليح كما تعرفوا ساعات الراس يجي فيه الداخل جهة يعني الودنين وهذوك يجي فيه الدود. فضته مليح مليح وغسلته مليح بالماء والخل بهذوك الكرعين كما قاعدين تشوفوا. لأن بعد ما غسلته مليح راح نحط شوي نطيبه للعشاء. كما قلت لكم انايا قبل يعني من عاداتنا وتقاليدنا اننا نديروا العشاء نديروا الراس. درت شويه برك ما درتوش كامل. كما قلت لكم هنا نظفت مليح هذاك الراس تاعي هذيك الجهه اللي يكون فيها الدود. حطيت الراس تاعي على جهه وجيت انا بديت نشويه. هنا كان نشويه هكاك 11:30 كما قلت لكم. يعني انايا الذبيحه تاعي ما بديناش بكري وكملت الحمد لله وحدي وكملت أنا جوية 11:30 كاكا مشويت وكملت كلش. عاد كاكا 12 معناها قلت غدينا على 12 قلت كتاول هنايا أنس وقاعد يتفرج عليا يستنى ماما الكبدة نشوي ونمدلهم به بختو نمدلهم كلوها سخونة من الطاجين بصحة. ولهنا إن شاء الله ليا وليكم أجمعين العقوبة. الناس اللي ما عيدتش كما تعرفوا العام هذا كاين بزاف ناس ما عيدوش العقوبة العام الجاي إن شاء الله ربي ينزل الرحمة في قلوب العباد إن شاء الله، وما يكونش العيد غالي والناس كل تعيد إن شاء الله. وهذه الطاولة تاعي العيد
هاو الشوا تاعي الحميص، الهريسه ديك راهي مخدومه في الدار بزيت زيتونه، السلطه هذايا هاو صحن تاع ولادي، والكسره اكيد اللي لازم تكون ضروريه، والديسير الشيلي كان الشيلي حاضر، والجازوز اكيد. هذه الطاوله تاعي. شاهدكم في الجنه حبيباتي. لهنا بعد ما يعني تغدينا غسلت الماعن وطلع على طول درنا الرقده الاسطوريه. كما تعرفوا هذيك الرقدة الأسطورية اللي ما تتشبعش صراحة. لهنا جيت لولدي لبست له لهنايا قشو تاع العيد، قال لي نعطي له ماما قشي، هذا هو قش ولدي تاع العيد. أو نعت في الحنة ها هو ربي يحفظه لي إن شاء الله ويجعله ذرية صالحة. من بعد خرج برا مع أصحابه. كما تعرفوا يعني نهار الأول رانا ما نخرجوش نقعدوا في الدار. وجيت لهنايا خبيت هذوك الكرعين الراس، خبيت هذاك ثنا الشيء اللي فضل مشواه هذاك تاع الصباح خبيته في البورتمونجي. وجيت لهنا يعني هذايا روتين مسائي بعد ما رقدنا هذيك الرقدة الأسطورية. حكمت الكراون هذوك تاع اللي خدمنا فيه، غسلت كلش بالليمون جافيل وخبيتهم بعد، معناها ما خليتهمش، خبيتهم بعد بهالحاله تتفرز عندي شوي. وشوفوا لهنايا انس شرالو باباه لعبه وفي حاله ويلعب هذيك اللعبه. هاهو قطار، شالو قطار، قال لي يا ماما صوري لنا القطار، هاو يلعب بالقطار تاعو من بعد لهنا بعد ما قصيت هذوك الكرشه وغليتها وكلش وخبيتها، جيت لهنايا مع الزوج تاعي هنا جويه 8 كاك 8 ونص كان الكبش تاعنا شاح، بدينا باش نقصوه هنايا في الكراج. كما قلت لكم الكراج هاكم قاعدين تشوفوا فيه مسيق نظيف، هو سيما صح بصح مسيق كما يقول لك فرشي فيه ورقدي. حطيت هذا الباش نظيف، حطيته حطينا عليه اللحم وبدينا نقصو، قصيناه مع بعضنا بشوي 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 والحمد لله يا ربي. المهم حبيباتي نتمنى الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يعجبكم، ما تنسونيش باللي جام ولي كومونتير، والفيديوهات القادمه راني جايتكم وراني رجعت لكم حبيباتي.